انا مظلومة، انا ما عملتش حاجة. هو اللي اتهجم عليا، بيكسر الباب عليا. انا ما عملتش اي حاجة فيه، هو عاوز ياخدني غصب عني وبيتهمني وبيكسر باب الشقة عليا. الحقوني، قطع وشي. مش عارفة اعمل ايه معاهم. رنيت على بابا، تعالى الحقني يا بابا، طليقي بيتهجم عليا، عاوزني بالعافية. اعمل ايه؟ اخلي ايه؟ مش عارفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. مساء الخير يا جماعة، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا 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 من الفيديوهات اللي عدت. طبعا النهارده معانا ترند جديد وفضايح جديدة. لمين يا ترى؟ وعشان ايه وليه؟ الفضيح كلها ديت، ومطلعين اسرار بيتهم واسرار حياتهم، هم قاصدينها وعاملينها ترند عشان يتنشروا بالفضايح اكتر واكتر. معانا صاحبة الترند او صاحبة الفضائح، هدير عبد الرازق، بنصايبها الكتيرة وبلاويها الكتيرة وعفشتها الكتيرة كتيرة كده. طبعا احنا كلنا عارفين هدير عبد الرازق بالمناظر اللي بتعملها، بالفيديوهات اللي بتعملها. ما بيحلاش فيديوهاتها الا وهي طالعه بقميص النوم، او طالعه بالبيجامه مكشوفه، او عامله شمع على درحتها وعلى جسمها. طبعا كل ده، يعني كل ده يدل اللي هي إنسانة قذرة جدا جدا جدا، إنسانة ما عندهاش خلق، إنسانة عاملة زي الحشرات، زي الذباب كده، ملهاش أي لازمة. هدير عبد الرازق النهاردة عاملة ترند هي وطريقها. هل يعلم هو طريقها ولا مش طريقها؟ ده الله أعلم بيه. طبعا فيديوهات قذرة جدا جدا، هي واللي معاها. طبعا هم متأكدين جدا جدا الفيديوهات الشقة كلها كاميرات، وهو عارف. ولو انتوا تلاحظوا الفيديوهات اللي هي بتيجي هو بيضربها، بيبص للكاميرات. اكيد يعني اكيد مش هتنزل فيديوهات الا لما تكون واخده رأيه الاول. تقول له ايه يا دلدول؟ هنزل الفيديوهات؟ يقول لها نزلي يلي بايعه لحمك. ده معروفه يعني. المهم، طبعا هدير عبد الرازق صورت طليقها وهو بيضربها وهو بيهنا، وطلعت تقول ايه بقى؟ دي مش فينتر يا جماعه، دي شفيت مقسومه نصين قطعها بالمطوه. طبعا اكيد معروفه اللي شفتك مقطوعه من اللي هو عامله فيكي، انت غلبانه جدا جدا. وطبعا طلع كل ده كمين وبتصوره زي ما هي بتقول من غير ما يعرف. وراح هو بقى كتب في بلاغ ان هي بتتاجر في المخدرات وبتشم مخدرات وبتتاجر في الهيروين، وبلاوي سودة عليها وعليه. طبعا في بلاوي بقى تانية كتير 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 جدا كده. طبعا رجال الامن ورجال الشرطه شكرا جدا جدا لهم، اتحروا عنها ولقوها بتشتغل تاجرة مخدرات وبتشم مخدرات، ولها سوابق كتير جدا 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 عند الحكومة. يعني هي بالعربي كده لها أوضة عند الحكومة محجوزة لها. شكرا جدا جدا لرجال الامن اللي هم ما بيسيبوش الاشكال ديت. اول ما بيشموا خبر الاشكال ديت بيلعبوا كده، بيروحوا لاقطينهم على طول، حاطينهم في الاوضه بتاعتهم. طبعا طليقها راح كتب فيها بلاغ. هي كتبت بلاغ في طليقها، وطليقها كتب بلاغ بيها. طبعا في فيديو كمان منزله قذر جدا جدا جدا، ان هي سكرانه في واحد بيحتدى عليها. هل هي عارفه بقى؟ مش عارفه، ده حاجه ترجع لها هي. عشان هي تنشر الفيديو ده تبقى اكيد مصوره واكيد عارفه. وطبعا كانت سكرانه جدا جدا جدا. والفيديوهات الحقني يا بابا، الحقني يا بابا، طبعا بابي ومامي هيلحقوكي وانت طالعه بجسمك عريان اصلا، وعامله رسومات كده على جسمك شكل الشياطين، وطبعا انت مستنيه بابي. واللي بتصورها بقى يا جماعه، يعني طريقه وحشه قوي قوي. بتصورها في مناظر مش كويسه جدا جدا. اللي بترمي عليها الكاميرا كده عارفه هي بتعمل ايه، وتقول لها ايه؟ انت بلغتي؟ هتلاقي لا، ده هم هيمسكوهم. طبعا كل ده عشان تطلع ترند، وبابا طبعا بيطبل لك وبيزرغط لك على اللي انت بتعمليه. اول هم مش اول فيديو بتطلعيه قذر، فيديوهاتك كلها قذره جدا جدا، كلامك كله قذر جدا جدا جدا، اسلوبك زباله قوي 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 قوي، كلنا عارفينك. من ساعة ما كنت بتطلعي تعملي دعايات على الأندر، طالعة قاعدة في كباريه،
طالعة سكرانة مع واحد، طالعة بقميص النوم. ما بيحلاش تصويرك الا وانتي جسمك باين. ما بيحلاش تصويرك الا وانتي انسانة قذرة قوي قوي قوي. لا انت بتصوري نفسك او طليقك او اللي هو معاكي بيصورك عشان تطلعوا ترند. بالعكس انتوا ما بتطلعوش ترند ولا حاجة، انتوا بتطلعوا فضايح. غير غضب ربنا عليكم. ندعو لربنا، ربنا يعني ايه، لا يهديكم لا ياخدوكم، عشان انتوا الصراحة يعني الصراحة سوقتوا صورة مصر قوي قوي. انتوا بهدلتوا مصر وبهدلتوا بلد مصر، بهدلتوا جدعان مصر. مصر ما كانتش كده. مصر كانت الأمان والقرآن والتقوى والرحمة. انتوا خليتوا مصر ما فيش. خليتوا البنات ما فيش، خليتوا الشباب ما فيش. انتوا أمثالكم المفروض تتاخدوا، ما تطلعوش من الحجز خالص. لازم مصر تنضف منكم، لازم مصر تنضف من الاشكال ديت. هدير عبد الرازق وهدير مش عارف ايه وغادة عبد الرازق، الحاجات دي كلها تتشال عشان مصر ترجع زي الاول. مش كل ما تهبطوا تطلعوا لنا بقصة فضيحة جديدة او ترند جديد. انتوا سوقتوا صورة مصر. شايفين المناظر يا جماعة؟ دي واحدة وشوفوا قاعد ازاي، هو عارف هما بيعملوا ايه، بيبقوا متفقين قبلها ومخططين قبلها. دي انسانة ولا يهمها زوج ولا يهمها اب ولا يهمها اهل. ما هو لو كان في اب حاكمها او ام حاكماها او خال او عم حاكمينها وشايفينها بالمناظر القذرة اللي بتطلع دي، ما كانتش قالت انا رنيت على بابي، انا رنيت على بابا جه ياخدني. هو شايفها، اكيد شايف الفيديو طبعا وشايف المناظر القذرة اللي هي اكيد يعني بتملى عينه. في ابهات من النوع ده بيبيعوا عيالهم على اجل الفلوس. شوف بتوريكوا شفتها مفتوحة بالمطوة، كل حبة تبص للكاميرات كل شوية مش عارف ايه. يعني هي عارفة هي بتعمل ايه. وربنا يهدي كل من كان، لا يهديك لا ياخدكم وينظف مصر منكم واشكالكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد ان شاء الله. واكتبوا لي في الكومنتات قولوا لكم ايه رأيكم في القذارة والوحاشة ديت. والسلام ورحمة الله وبركاته، مستنية آرائكم وتعليقاتكم جميلة. أشوف وشكم بخير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد إن شاء الله. أسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم.